المال والثروة ليها أحكام وليها مجموعة من القوانين اللي بتحكم تحصيلها وامتلاكها. هي نفس القوانين اللي بتحكم صناعتها وبتحدد طريقة التمتع بيها. من الآخر كده الكاتب عايز يقول لنا إن اللي عايز يعمل فلوس كويسة لازم في الأول يفهم كويس قوي هو وعيه وفهمه وطريقة تفكيره ناحية الفلوس عاملة إزاي. فقرنا أو ثرائنا بتحددوا طريقتنا في النظر لطبيعة المال، بل إن طريقة تفكيرنا في عقلنا اللاواعي هي كمان بتصنع الفلوس أو ما بتصنعهاش. الكاتب عايز يقول لنا إن في ناس بتكون شايفة الفلوس دي حاجة وحشة قوي وحاجة سيئة. هي نفس نوعية الناس اللي كانت بتفكر بطريقة إن الفلوس دي اختبار والفلوس دي حاجة سيئة، الفلوس دي لما بتيجي بتفسد. في ناس تانية بتشوف إن الفلوس دي حاجة عظيمة جدا ودي طريقة علشان نعيش بطريقة كويسة ونعمل أعمال كويسة، وإذا كنا عايزين نعمل خير فالطبيعي إنه لازم يكون عندنا فلوس. إذن طريقة تفكيرنا ناحية الفلوس بتحكم إلى حد كبير إذا كنا هنعملها ولا مش هنعملها. ودلوقتي خليني ألخص لكم الكتاب في مجموعة من النقط الرئيسية علشان تقدروا تفهموه بسرعة جدا. أول نقطة بيقول عليها الكاتب إن جيوبنا مليانة فلوس، لكن مش هتطلع إلا إذا غيرنا معتقداتنا. إذا كنا فقراء في الواقع فده معناه إننا فقراء في أعماقنا. أما إذا كنا نقدر نعمل فلوس فده معناه إن إحنا عندنا أفكار جيدة جدا عن طريقة اكتساب الفلوس وكمان طريقة إنفاقها، وإن محفظتنا وحسابنا البنكي مش بس مرتبطين بإننا بنحط فيهم فلوس، لكن كمان مرتبطين بالأفكار اللي في دماغنا وبقدرتنا على تحقيقها وتحويلها إلى واقع. كمان أهم نقطة في الجزئية دي إن الواحد لازم جدا يكون عارف هو يستحق إيه، بمعنى إن مفيش دولار أو مفيش جنيه هينقص عن اللي حضرتك شايف نفسك تستحقه. نقولها كمان، لو حضرتك بتشتغل في وظيفة وبتاخد منها 50 جنيه في الشهر مثلا، وحضرتك شايف إنك ما تستحقش أكتر من ال50 جنيه دول، فحضرتك مش هتحاول تدور على حاجة تانية، ولا هيكون عندك مبرر ولا دافع إنك تغير في نفسك أو تتعلم حاجة جديدة أو إنك تدور على وظيفة جديدة. أما إذا كان أفكار حضرتك واستيعابك الذاتي وطريقة تفهمك لطريقة جني الفلوس هتخليك تفكر إنه لأ، أنا أستحق فلوس أكتر من دي بكتير، أنا أستحق 150 جنيه أو أستحق 200 جنيه أو أستحق 1000 جنيه. لما حضرتك هتفكر أنت تستحق كام هتبتدي تدور تلقائيا على الطريقة اللي هتخليك تجيب الفلوس دي، والعكس بالعكس. لذلك خلينا نقول مرة تانية إن جيوبنا مليانة بثمار معتقداتنا عن المال. شوف حضرتك بتفكر في الفلوس إزاي وهتكتشف لاحقا إن طريقة جنيك للفلوس هي طريقة تفكيرك ليس أكثر ولا أقل. تاني نقطة بيأكد عليها الكتاب ما تختلفش كتير قوي عن النقطة الأولانية. الكتاب بيقول إن تصوراتنا عن المال اللي بنستحقه هو بالظبط اللي هناخده في الآخر. هي تختلف عن النقطة اللي فاتت في حاجة بسيطة قوي، إنه خلينا أقول لكم مثل كده شعبي شهير في مصر بيقول لك إيه، الفلوس مع التيوس، وإن اللي اداهم بالجزمة يدينا بالشراب، واللي اللي معاه قرش يسوى قرش. من الآخر إنه في ناس بتكون شايفة إن هم ما يستحقوش، أو سيبك بقى من يستحقوا أو ما يستحقوش، في ناس شايفة إن الفلوس دي لناس بعينها وإن هم مش من الناس دي. يعني حضرتك بتصنف نفسك من الفقراء أو من الأغنياء المحتملين بناء على طريقة تفكيرك. في ناس ما بيكونش همها ولا اهتمامها غير إنها تجيب الفلوس اللي يدوبك تلبي احتياجاتها الأساسية من أكل ولبس ومسكن وشوية ترفيه. والغريبة إن هم مش بيجيبوا فعلا غير الفلوس دي، لكن في ناس تانية بتكون هدفها أكبر من كده. أنا هحقق الحاجات دي وده الستاندرد، لكن الأساسي عندي واللي مش هتنازل عنه إني لازم يكون عندي مصدر دخل إضافي يجيب لي فلوس كويسة. هغير طريقة تفكيري وهغير الأهداف اللي أنا حاططها، هتتغير طريقة تحصيلي للفلوس والكمية اللي باخدها في الآخر. ثالث نقطة بيتكلم عنها الكتاب إن المفلسين هيفضلوا مفلسين والأغنياء غالبا بيفضلوا أغنياء للأبد. طب إيه هي يعني المعضلة دي؟ الكتاب عايز يقولك إن الثري عقليته ثرية حتى لو خسر فلوسه كلها، وده حصل فعلا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال المتخصص في التنمية البشرية روبرت كيوساكي. الاتنين خسروا
تقريبا كل ثروتهم في مرحلة ما من عمرهم، لكن العقلية الثرية اللي بيتمتع بيها الاتنين خلتهم ان هم يقدروا يستعيدوا مليارات من اللي فقدوها، في حين ان الشخص اللي فكره فقير حتى لو كان مليونير هيخسر كل اللي معاه. الكتاب عايز يأكد ان فقرك أو غناك في تفكيرك. صناعتك للفلوس هي طريقة تفكيرك، حضرتك بتفكر إزاي، مخك مصمم علشان يلاقي حلول لكل وأي مشكلة بيواجهها. فإذا كان الفقر مشكلة حضرتك حاسس إن هي حقيقية فعلا، فمخك العبقري جدا هيلاقي طريقة بل طرق إنك تخرج من المعضلة دي بإيجاد طرق مبتكرة وذكية تليق على قدراتك وشطارتك عشان تقدر تجيب فلوس. نقطة كمان بيحددها الكتاب وبيأكد عليها جدا إن الحاجات غير المرئية في حياتنا هي اللي بتحدد الحاجات المرئية في حياتنا. معناه إيه بقى الكلام ده؟ يعني الكتاب بيقول إن إحنا بنعيش في الواقع في 4 عوالم مختلفة في نفس اللحظة، مش بنعيش عالم واحد، بل إننا بنعيش في عوالم متعددة، هي العالم العقلي والعالم الوجداني والعالم الروحي. وأخيراً بتتجلى نتيجة كل العوالم دي مجتمعة في العالم المادي واللي بنلمسه بإيدينا، بمعنى إنه العالم المادي المتجسد فينا وقدامنا بنعيش كل تفاصيله ما هو إلا نتيجة لتفاعلنا مع بقية العوالم ال3. إذا الكلام ما كانش واضح لحد النقطة دي خليني أوضح بشكل أكبر. الكلام ده معناه إن ثروتنا وصحتنا ومرضنا وحتى وزننا وشكلنا الخارجي ما هو إلا نتيجة لطريقة تفكيرنا. حضرتك بترسم صورة لنفسك جوه دماغك وبتسعى بكل الأدوات والطرق والأفكار والمواهب التي تملكها والتي لا تملكها إن أنت تحقق الصورة دي. حضرتك لو مش راسم صورة في خيالك لنفسك وللشكل اللي حضرتك حابب تكون عليه، سواء من ناحية المظهر ومن ناحية الفقر والغنى أو من ناحية حتى الشكل والوزن، فحضرتك مش هتوصل لحاجة خالص. لازم يكون في تارجت طول الوقت عشان حضرتك تقدر تحصله، وإلا ما ترجعش تعيط وتقول هي الدنيا وحشة معايا قوي كده ليه. ننقل على نقطة جديدة ونقول إن الكاتب عايز يقولك إنك محتاج تدرب نفسك على استخدام كل العوالم الفكرية في نفس اللحظة. طيب الكلام ده معناه إيه؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن الجانب الروحاني والديني، فحضرتك إذا كنت فعلا مهتم إن يكون عندك ثروة هتلاقي نفسك طول الوقت بتعبد ربنا وبتحترم جدا كل الطقوس والأوامر الربانية اللي حضرتك مأمور بيها، لكن في السكة بتدعي ربنا طول الوقت إنك يا رب ارزقني، يا رب اكرمني، وبتاخد بالأسباب. بتقرأ مثلا صور معروف إن هي بتزود الرزق، أو بتدعي ربنا في أوقات معروف إن هي هيتم فيها الإجابة بإن حاجات معينة تحصل لك عشان تزود رزقك. كمان الجانب العقلي والوجداني، الجانبين دول لو حضرتك ركزت تفكيرك وركزت كل مشاعرك إنك عايز حاجة معينة، فحضرتك غالبا هتوصل للحاجة دي عاجلا أو آجلا. دلوقتي بقى جت أهم نقطة في الكتاب. الكاتب بيقول إن حضرتك لما بتقول للكون ولعقلك الباطن بنواياك وباللي انت عايز تعمله فعلا، حضرتك بتوصل لا محالة. نوايانا اللي أطلقناها سواء بصورة مكتوبة أو بصورة منطوقة، في استجابة حتمية ليها في الطريق لينا، حتى لو اتأخر فهو جاي. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى بيأكد دايما على فكرة النية وأهميتها، إن إحنا دايما نأكد ونجدد نيتنا تجاه كل حاجة. حتى الصوم والصلاة بيكونوا محتاجين نية واضحة وصريحة وأحيانا منطوقة علشان نبدأهم. نويت أصلي، نويت أصوم، نويت أعمل كذا. الأعمال فعلا بالنيات. حضرتك لما هتنوي كل يوم الصبح وكل يوم قبل ما تنام وكل يوم قدام المراية إن حضرتك رايح في اتجاه معين، أنا هكون إنسان ثري، أنا هكون إنسان خير، أنا هكون إنسان مكتفي مش محتاج حاجة من حد، بل إني هساعد كل اللي حواليا. لما هتأكد لنفسك كل يوم إنك شخص مليونير، هتمتلك عاجلا أو آجلا هذه العقلية وهذه الأمنية. لذلك درب نفسك دايما إنك ما عندكش أي حاجة مستحيلة في اتجاه تحقيق حلمك. آخر حاجة عايزة أقولها في الفيديو ده إن الفلوس مش كل حاجة، ده صحيح، لكن الفلوس كل حاجة إذا أحسننا استخدامها. حضرتك مش هتقدر تعمل خير إلا إذا كان معاك فلوس، مش هتقدر تربي ولادك تربية كويسة إلا إذا كان معاك فلوس كويسة.
الكلام ده يجب انه يكون مقرون بنية، يعني فلوس لوحدها بدون نوايا طيبة مش هتعمل حاجة كويسة. وأكم من أغنياء ولادهم منحرفين، نفسهم حياتهم بايظة وبينتحروا كمان. الفلوس الكتير مع النية العظيمة بتصنع مستقبل باهر. الفلوس مش سيئة، لكن نوايانا هي اللي ممكن تكون سيئة. لو الفيديو ده عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد.